جريمة هزت العاصمة الاقتصادية ضحيتها شيخ في السبعين من عمره، والجناة ليسوا غرباء بل من أهل المهنة. كيف تحول خلاف بسيط إلى جريمة قتل مروعة، وكيف نجحت المخابرات المغربية في فك خيوط القضية التي ظلت غامضة لأيام. إليكم التفاصيل الكاملة في نشرتنا الإخبارية. البداية كانت في 26 من أبريل الماضي، حيث استيقظت سكان منطقة عين الشق بالدار البيضاء على خبر عثور المصالح الأمنية على جثة هامدة. الضحية هو عبد الله الزاز، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 74 عاما. المعاينات الأولية كشفت عن مشهد صادم: جثة تحمل آثار اعتداء جسدي عنيف بواسطة سلاح أبيض، مما أكد فرضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. لم تكن عملية الوصول للجنة سهلة، لكن التنسيق العالي بين الشرطة القضائية ومصالح الدي اس تي أي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان هو المفتاح. بعد أيام من التحريات الدقيقة والعمل التقني الميداني، تم تحديد هوية المشتبه فيهما، والمفاجأة كلاهما يعملان أيضا كأصحاب سيارة أجرة في عملية أمنية متزامنة. ضربت الحراسة في مدينتين متباعدتين، حيث تم توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة وجدة أقصى شرق المملكة، بينما سقط الثاني في قبضة الأمن بالدار البيضاء. كما مكنت عملية التفتيش من حجز سيارة خفيفة يعتقد أنها الوسيلة التي استخدمت لنقل جنات أو لتنفيذ الجريمة. هذه الجريمة لم تكن مجرد حادث عابر، بل خلفت صدمة وحزنا عميقا في صفوف مهني قطاعي سيارة الأجرة. الكثيرون يتساءلون الآن: ما الذي دفع زملاء في المهنة للغدر بشيخ وقور قضى عمره في الشوارع؟ هل هو صراع على الوظيفة أم تصفية حسابات شخصية؟ التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن الدوافع الحقيقية. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.